وداخل فيلا صالح الزيدي، وتحديدا يوم فرح بنته الوحيدة فريدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ازاي يا بنتي عريسك يسيبك في يوم زي ده بس، وكمان بفستان فرحك؟ بطلي يا دادا شغل المقالب بتاعك ده زين لسه بعتلي رسالة من شوية وبيقولي نفسي يشوفني بفستان الفرح، وبتمنى فعلا يجي الوقت ده بسرعة ويجري لحد ما قابله. وأثناء كلامها بيدخل باباها صالح. زين مش جاي يا بنتي، زين سابك ومشي. هو في ايه انت كمان يا عم الحاج؟ كل ده عشان هسيب البيت وامشي؟ انا قلتلك يا بابا ان زين احن راجل في الدنيا دي كلها، وما تقلقش يا سيدي، هيجيبني ليك كل خميس وجمعة بإذن الله. وقربت من باباها ومسحت اللي بينزل على خده وقالت له امسح بقى اللي على وشك ده اكيد بسبب الفرحة بتاعت النهاردة. صالح بمفاجأة لبنته: انا بتكلم بجد يا بنتي، عريسك سابك ومشي خلاص، والظرف ده اللي بعته ليكي وبيأكد كلامي. ورجعت من ذكرياتها للوقت اللي احنا فيه وهي ماسكة الظرف اللي بيأكد انفصالها عن عريسها اللي سابها يوم فرحها وكان مكتوب كتابها عليه. اهي مرت دلوقتي 5 سنين يا زين بعد ما سبتني ومشيت. كنت عليك، ده انت كنت اكتر واحد معجبة بيك في الكون ده كله. عمري ما عطيت قلبي لحد غيرك الا لما اتكتب كتابي عليك. بتدخل الظرف اللي كان مكتوب فيه كل حاجة وثواني وبيخبط الباب وبيدخل سامر اللي بيشتغل معاها في الشركة. أستاذة فريدة الاجتماع بدأ. متشكرة لحضرتك يا أستاذ سامر، بس هي فين ليلى السكرتيرة؟ هي بتعتذر لحضرتك إنها تفضل كام يوم أجازة لأن عندها ظرف طارئ ومامتها تعبانة جدا، وأنا هكون البديل ليها الكام يوم دول. تمام، متشكرة لحضرتك، تقدر تتفضل دلوقتي. بس حضرتك تمام؟ أصل أنا كنت شايفك يعني متضايقة. لا الحمد لله أنا زي الفل، اتفضل حضرتك وأنا جاي وراك على الاجتماع. نروح بقى مكان تاني مليان جناين، وكان بيجري بيه بطلنا على الحصان بتاعه اللي كان بيسابق بيه الريح. نزل من الحصان وهو بيقوله: برافو عليك يا فريدة، بجد انت اجمل وامهر حصان عندي، بتمنى انت كمان ما تختفيش من حياتي زي ما هي كمان اختفت. كمل كلامه وقال: هو علي راح فين؟ انا ورا ظهرك يا باشا، لف كده هتلاقيني. هو انت يا ابني فرقعلوز؟ مرة واحدة الاقيك كده في وشي ومرة ما لاقيكش، ما تثبت على مكان. يا عم انا جنبك، انت اللي ما بتشوفش كويس، محتاج نضارة 4 سنتي. خد فريدة على الاسطبل دلوقتي وحاول تظبط لها اكلها وشربها عشان احنا كلنا نازلين القاهرة. انت بتقول ايه يا زين؟ عايز ترجع مصر تاني بعد ما صدقنا خلاص سافرنا بعد اللي حصل؟ خلاص يعني انا خدت قراري، مش هقدر اتأخر اكتر من كده عليها، كفاية السنين اللي عديتها وانا بعيد عنها. وبيعدي كذا يوم وبتكمل فريدة اجتماعاتها، وفي يوم بتدخل الاجتماع مع شراكة مع شركة معينة، وهي بتقول: أهلا وسهلا بحضراتكم، طبعا شركتنا المتواضعة هتقدم لكم إن شاء الله كافة الخدمات اللي تساعدكم وتبقى شركة مميزة. وأعرفكم بنفسي، مديرة الشركة دي فريدة صالح زيد. بينبهر الكل بيها لأن قد إيه واحدة صغيرة في السن ده وبالشكل ده وكمان منتقبة وتبقى صاحبة شركة كبيرة من أكبر الشركات العالمية. كانت لسه هتكمل كلامها بس بتتفاجئ براجل بيدخل بكل هيبة وهو بيقول: هو الاجتماع كان هيبدأ من غير المدير ولا ايه؟ فريدة بمفاجأة أول ما سمعت صوته قامت وقفت وقالت له: هو انت؟ بص ليها زين وهو بيشبه على الصوت وحاسس انه يعرفها، بس النقاب خافي ملامحها. ممكن حضرتك تعرفيني على نفسك عشان انا حاسس اني سمعت الصوت ده قبل كده؟ فريدة بوجع بينها وبين نفسها: انا فريدة اللي كتبت عليها وعيشتها اجمل قصة حب يوم فرحها وسبتها ومشيت. هو حضرتك روحتي فين؟ انتي هنا معايا ولا سافرتي؟ حضرتك روحتي فين؟ بقول لحضرتك عرفيني بنفسك. كملت وقالت له بكل قوة: انا فريدة صالح زيد، مديرة الشركة دي، ممكن حضرتك تعرفني بنفسك؟ اتفاجئ اول ما سمع اسمها وقال لها: فريدة صالح زيد، هو انت متأكدة انك مش عارفاني؟ اعرف حضرتك منين؟ بس ممكن حضرتك تعرفني لان انا صاحبة الشركات العالمية دي. اكيد هي ومش راضية تقول مين غيرها. قعدت تتكلم وكان بيسمع ليها وكان قد ايه فخور بيها، وكان سرحان وبيقول لنفسه:
يا ريت يا فريدة تعرفي الحقيقة عشان تسامحيني وأقدر أعوضك على كل السنين اللي فاتت. كانت ملاحظة نظراته ليها وهي ماسكة دموعها بكل قوة، وأول ما خلصت الاجتماع قالت لهم: اتفضلوا حضراتكم على مكاتبكم، أستاذ سامر هيوريكم فين بالظبط. كانت لسه جاية تطلع: فريدة استني عاوزك. أول ما سمعت صوته لقيت اللي بينزل على خدها غصب عنها، ولفت وقالت له: نعم يا أستاذ زين، حضرتك عاوز ايه تاني؟ مش كفاية سبتني ومشيت واختفيت 5 سنين بحالهم؟ راجع ليها عاوز مني ايه؟ اهدي يا فريدة، صدقيني انا حبيتك من كل قلبي، بس حصل حاجة انت ما تعرفيش عنها اي حاجة. مش عاوز اعرف منك حاجة، ومنك انت بالذات. كان قدامك سنين كتير قوي كنت تقدر تقولي ايه السبب، وكفاية بقى لحد هنا. انا مرضتش اكبر الموضوع قدام الموظفين. ويا ريت تاخد ملفك وتقطع شراكتك مع شركتنا. يعني مش هتسمعيني يا فريدة؟ لا مش هسمعك يا زين باشا، ويا ريت بقى تسيبني في حالي. طلعت وسابت اوضه الاجتماعات وخرجت من الشركة كلها. اما هو كان بيقول لنفسه: استحالة اسيبك يا فريدة، استحالة، انت لسه مراتي ولازم اعرفك واعرف الدنيا كلها. نزل هو كمان للعربية بتاعته اللي كان مستنيه فيها علي، وساق بيها وهو بيقوله: مالك يا زين، في ايه؟ بعدين هقولك يا علي. طب عملت ايه في المقابلة بتاعة الشركة؟ انا عرفت ان صاحبة الشركة دي واحدة ست. ايوه يا علي، واسمها فريدة صالح. وكان لسه هيكمل كلامه بس بيظهر حد قدامه وبينزل علي من العربية. بس اول ما بيشوفها وبيسمعها ما بيمسكش نفسه من الضحك. ياني، يا رجلي، يا صغننة على المعاش يا فرهوضة. اما زين اول ما شافها طلع يجري عليها: فريدة، انت كويسة؟ اتفاجئ علي وعرف ان هي فريدة زوجة اخوه. ابعد عني، ابعد عني، هو انا هبقى كويسة وانت موجود؟ معقولة انت يا فريدة؟ هو انت لبست النقاب امتى؟ مالكش دعوة يا علي انت كمان، هو هلاقيها منك ولا من اخوك اللي واقف جنبك؟ بعد اذنكم. سابتهم ومشيت. اما زين كان بيبصلها بكل حب وهو مش ماسك نفسه على طريقتها من الكلام اللي بتفكره بزمان. فعلا كان نفسي اشوفها، وربنا عز وجل حققها لي. تشوف مين يا عم؟ هو ماذا حدث بالظبط؟ ومن هذه؟ ومن انت اصلا؟ بقولك ايه، هحكي لك كل حاجة بعدين. فكك مني دلوقتي ويلا عشان نروح بقى عند فريدة اللي وصلت في الفيلا. الله الله يا عم الحاج، ايه الروايح اللي جايبة اول الشارع دي؟ امال بنت حبيبتي شايلة الشركة كلها وكل الشركات التانية اللي افتتحتها من 5 سنين بحالهم، ومش راضية تخليني بدي ايدي في شغل حاجة، وده اقل حاجة ممكن اساعدها بيها. ده انا تحت امرك يا بابا، كفاية تعبك معايا طول السنين اللي فاتت دي، ودي اقل حاجة اعملها ليك. صالح بحب لبنته: بقولك ايه يا بنتي، كنت عاوز اقولك على حاجة بصراحة، ومش عاوزك تتكسفي مني ولا اكسفك في نفس الوقت منها. انت عارفة ان انت بتكبري دلوقتي وانا كمان بكبر مش بصغر. عاوز اطمن عليكي واشوف عيل ليكي. سمعت فريدة كلمة باباها وكتمت في قلبها وما كانتش راضية ترد. هاي يا بنتي قلتي ايه؟ بس عشان ما تزعلهوش قالت له: موافقة طبعا يا بابا، بس اهم شيء يكون حافظ القرآن كله. صالح بضحك: ويا بنتي اجيبه منين اللي حافظ القرآن كامل ده؟ طب جزء ولا صفحة ولا صفحتين من القرآن؟ هو لازم كله يعني؟ ايوه يا بابا، ده مهري، ولو لقيت عريس كده يبقى هوافق عليه عشان خاطرك بس. ماشي يا بنتي، نشوف الموضوع ده بعدين، بس روحي انتي اهم شيء غيري بسرعة وتعالي هستناكي. طلعت فريدة الأوضة بتاعتها، بس أول ما طلعت ما مسكتش دموعها وهي بتقول لنفسها: راجع ليه دلوقتي يا زين؟ راجع ليه بعد كل ده؟ وعند زين برضو مش ناوي تقول لها الحقيقة يا زين؟ اقول لها ايه بس يا علي؟ اقول لها ان اعز انسان ليها في الدنيا دي كلها هو اللي منعني عنها واخدني في مكان ما كنتش اعرف انا فين بالظبط،
وكنت محطوط فيه لمدة سنة بحالها، ولما حاولت اطلع منه ما سابنيش في حالي، والخبطة جت في دماغي لدرجة اني فقدت الذاكرة ولسه راجعالي من كام شهر. تفتكر هي هتصدق الفيلم الهندي ده؟ ايوه طبعا يا زين، لازم تقولها كل حاجة. انا مش عاوز اخليها ما تحبش ابوها. وتفتكر بعد كل السنين دي هتصدقني انا يا علي؟ اه هتصدقك يا زين. وبعدين حتى يا سيدي لك شرف المحاولة، انك عرفتها الحقيقة كاملة. انت بتحلم يا علي. فلاش باك من كذا سنة لما كانت فريدة بتدرس في الكلية، والوقت ده كانت في المكتبة مع صاحبتها، وفي نفس الوقت بيدخل المكتبة بكل هيبته زين الألفي. الحقيقة يا فريدة، بصي كده مين دخل المكتبة ومعروف في الكلية كلها؟ زين الألفي. عيب كده يا رزان، المفروض تغضي بصرك عن أي شاب. انت ليه مش بتسمعي الكلام؟ وبعدين النظرة اللي انت بتبصيها دي لأي شاب ممكن تبقى السبب في تعطيل دراستك، وممكن كمان تبقى السبب ان انت تنسي كل اللي بتذاكريه، والأكتر من كده كمان انك تنسي داخل الامتحان. كان في حد بيقول: شكوت إلى وكيل سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. معاكي حق يا فريدة، أنا أسفة جدا. استغفر الله العظيم يا رب. إن شاء الله مش هعمل كده تاني. كانت لسه هتكمل كلامها ليها، بس بتتفاجئ وبتقول لها: فريدة أنا مش قصدي حاجة، بس بصي وراكي. بتبص فريدة وراها وبتتفاجئ هي كمان، بس بتقوم تقف وبتقوله: نعم حضرتك عاوز حاجة؟ مد ايده ليها عشان يسلم عليها ويعرفها بنفسه ويقول لها: انا دكتور زين الألفي. بتبص لايده وبتقوله: اتشرفت بحضرتك يا دكتور، بس انا مش بسلم على شباب، بعد اذنك. ومشيت من قدامه. اما هو كان مبسوط من اخلاق فريدة الفريدة. وفي يوم تاني بيحاول زين يتعرف عليها اكتر بأي طريقة، وكان عنده فضول يعرف يا ترى هي زي كل البنات ولا هتكون استثناء. الجو بيشتي جامد، وواضح جدا ان السواق بتاع والدك هيتأخر عليكي، فايه رأيك اوصلك النهاردة؟ دكتور زين من فضلك، واضح كده ان انت ملاحظ قوي وعارف كل حاجة عني، لدرجة انك تعرف اني بستنى السواق كل يوم بتاع بابا. وبعدين دي مش اول مرة حضرتك تقف معايا بالشكل ده، بس الموضوع بقى اوفر قوي اليومين دول. وبعدين انا مقدرة ان حضرتك الدكتور بتاعي، بس كل حاجة ليها حدود، وياريت حضرتك حدودنا تكون داخل المحاضرة. ولو عايز تكلمني في حاجة يبقى في الدراسة، وافضل كمان ان ما يكونش كلام ما بيننا خالص، بعد اذنك. ومشيت من قدامه. اما هو زاد اصرار عليها اكتر، عشان كده راح لحد بيتها واتكلم مع والدها. وبتعدي ايام كمان وبيتكتب كتب الكتاب، وبتقرب فريدة من زين وزين من فريدة كل يوم اكتر من الاول لما بيعرفوا بعض، لحد ما في يوم من الايام باباها صالح بيكتشف ان الألفي وبابا زين كان منافس سابق ليه، وما بينهم مشاكل جامدة، مشاكل وقضايا كتير. فخاف من زين لحسن يطلع شبه والده، وعشان كده اتكلم معاه اكتر من مرة انه يسيب فريدة، ده من غير ما تحس بنته. بس هو رفض رفض تام، عشان كده حصل اللي حصل معاه. وبعت رجالته اخدوه في المكان اياه وخلوه فيه لمدة سنة، ولما حاول يطلع من غير ما يحسوا اتكتروا عليه لحد ما فقد ذاكرته. المشكلة الأكبر إن باباها بعت لها ورقة انفصالنا، بس دي مش حقيقية، وهي فاكرة إني سبتها بحق وحقيقي، بس هي لسه مراتي وعلى ذمتي. حتى لما غيرت لبسها بالشكل ده ولبست النقاب، أول ما شفتها قلبي قالي إن هي بجد مش قادر استغنى عنها، دي زوجتي الغالية. يبقى لازم تقوله الحقيقة يا زين، لازم مهما حصل. ازاي يا علي أقول؟ ازاي بس؟ حاول تقرب منها تاني يا زين لحد ما تعرف منك الحقيقة، وكمان ما تفكرش ان هي هتخسر ابوها، لان مهما كان ده ابوها وهتسامحه، والزعل هيتمحي مع الايام. هحاول يا علي، هحاول. وبتعدي ايام كمان، وبيحاول زين يخطط عشان يقرب من فريدة، لانه عارف انه مش هتسمح انه يعمل معاها كده. وبيخبط الباب وبيدخل سامر. اتفضلي يا استاذة فريدة.
ده الملف بتاع الشراكة الجديدة بتاع شركة الألفي. تمام، اتفضل حطه على المكتب يا أستاذ سامر، واتفضل حضرتك. تمام يا أستاذة فريدة، بس في حد منتظر حضرتك بره، عاوز يدخل دلوقتي حالا عشان يتمم الصفقة بتاعت الشركة. فريدة بتوتر وهي قلبها بيقول لها ان هو مين يا أستاذ سامر؟ زين الألفي يا أستاذة فريدة. سكتت لثواني واستجمعت شجاعتها وقالت له تمام، خليه يتفضل. وثواني ودخل زين اللي كان بيبص لزوجته بكل محبة واشتياق، بس هي لسه متعرفش انها على ذمته. تأمريني بحاجة تانية يا أستاذة فريدة؟ متشكرة ليك يا أستاذ سامر. كان لسه زين هيقعد، بس لاحظ النظرات الغريبة من سامر لفريدة، عشان كده قاله في حاجة يا أخينا؟ هو انت بتبص ليه كده الناحية دي كتير؟ أخينا؟ بعد إذنك يا أستاذة فريدة، أنا طالع. تمام اتفضل، بس سيب الباب مفتوح زي ما بعمل مع كل عميل. كان فرحان بيها جدا إنها عملت الحركة دي، لأنه حس إنه كان سايب زوجة ب100 راجل تقدر تقف قدام أي حد، وفعلا نظرته مخابتش فيها. أستاذ زين، لو حضرتك جاي تتكلم في حاجة غير الشغل فأنا مش هسمعها، أما بالنسبة للشغل فحضرتك المكتب بتاعك بقى جاهز هنا في الشركة، تقدر تتفضل فيه في أي وقت. أيوة فعلا يا فريدة، أنا مش جاي عشان الشغل، أنا جاي عشان تديني فرصة واشرح لك كل حاجة حصلت. فرصة ايه يا أستاذ زين؟ بعد 5 سنين قلبي ما بقاش قلب، وسبتني كل ده ليه؟ أنا عملت لك ايه؟ انت ما عندكش أصلا ريحة الإنسانية، لأن الإنسانية دي إحساس، ان الانسان يبقى عنده قدرة ان يحس بغيره، يحس بالندم، يحس بالتعاطف. طالما هو حاسس بدول هو انسان، بس انت مش انسان يا زين، لانك سببت كل ده ليا من غير رحمة ولا انسانية، سبت الزوجة اللي اتعلقت بيك طول السنين دي كلها، وما سألتش ايه اللي هيحصل ليا من بعدك. استغفر الله العظيم يا رب، المفروض ما اقولش الكلام ده لحضرتك، انا قلت لك مش عاوزة اتكلم معاك، يا ريت بقى تطلع على مكتبك. كان بيسمع كلامها وكان في دوامة مش قادر يفتح بقه بسببها، عاوز يعترف بكل حاجة في قلبه بس خايف انها ما تصدقوش، بس عاوز يتكلم ويكون عمل اللي عليه. حضرتك لسه قاعد ليه يا أستاذ زين؟ بقول لحضرتك يلا على شغلك. قام وقف وقال بس لازم قبل ما امشي تعرفي الحقيقة يا فريدة. بقول لحضرتك انا مشغولة يا أستاذ زين، اتفضل حضرتك بره. وهنا خبط سامر وقطع كلامهم. والد حضرتك بره يا أستاذة فريدة. فريدة بتمالك أعصاب. تمام اتفضل حضرتك دلوقتي يا أستاذ سامر. بسرعة ادخل التويليت، بابا لو عارف ان انت هنا مش هيحصل طيب، لحد ما فهمه على كل حاجة، على الشراكة اللي ما بينا. دخل زين بسرعة التويليت. ايه رأيك بقى في المفاجأة دي يا حبيبتي؟ فريدة بحب احلى مفاجأة طبعا يا بابا، بس ايه بقى سببها؟ جاي افكرك بالعريس اللي جايلك النهاردة، لانك لازم تخلصي بدري عشان تقابليه. عريس يا ست فريدة؟ حاضر لما اطلعلك. فاكرة طبعا الميعاد يا بابا، انا ورايا شغل كتير دلوقتي هخلصه في السريع بإذن الله، وهروح على طول وهروح على طول قبل ما هم ييجوا ان شاء الله. تمام يا حبيبة قلب بابا، يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. اما زين طلع من التويليت وقال لها خلاص هتتجوزي يا فريدة؟ فريدة بنفس صبر، هو حضرتك هتجوز ولا ما تجوزش؟ اتفضل اطلع برا من مكتبي يا أستاذ زين. بيخرج زين من مكتب فريدة، بس بيكون متضايق انه ما قدرش يعرفها اي حاجة. اما بقى عند سامر في مكتبه، كلم عم مرعي رئيس الامن اللي قاله ايوه يا أستاذ سامر، طلبتني حضرتك، كنت عاوز حاجة؟ ايوه يا عم مرعي، عاوز كل الامن النهاردة يمشوا بدري. عم مرعي باستغراب، واحنا من امتى بنمشي يا أستاذ سامر؟ اسمع اللي بقولك عليه، وما تفتحش بقك قدام حد باللي قلتهولك ده، وخد الفلوس دي تجيب لعيالك حاجة حلوة وانت ماشي النهاردة. فرح عم مرعي بالفلوس دي وقال له ماشي يا باشا. الامن مشي خلاص من زمان، وخدوا الحساب كمان، واحنا الاتنين بس اللي موجودين في الشركة دي كلها. والساعة 7 بيخرج زين من الشركة، بس بيجي يقف قدام عربيته بيكون نسي المفاتيح.
يا ربي، نسيت المفاتيح بتاعتي لما ارجع تاني على الشركة. وفي نفس التوقيت ده في مكتب فريدة. يا نهار ابيض، انا اتأخرت خالص. رجعت كل حاجة مكانها وكانت لسه هتطلع، لقت سامر قدامها. خير يا استاذ سامر، في حاجة؟ حضرتك لسه موجود دلوقتي ليه في الشركة؟ ما ردش عليها سامر، بس اكتفى بانه يقرب منها وبيقول لها: فريدة، انا معجب بيكي. هو ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ وبتقرب مني كده ليه؟ لو سمحت بعد حالا بدل ما نادي الامن. امن مين يا شاطرة؟ الامن مشيوا كلهم دلوقتي. انت هتنزلي تيجي معايا دلوقتي حالا. انت اكيد دماغك طايرة منك. اجي واروح فين معاك؟ اتفضل اطلع بره حالا دلوقتي، بدل ما اجيب لك الامن. بقولك الامن مشي خلاص من زمان وخدوا الحساب كمان، واحنا الاتنين بس اللي موجودين في الشركة دي كلها. كان لسه هيشد النقاب بتاعها، بس بيتفاجئ باللي طلع وراه وقال له: انت بتعمل هنا عندك ايه بالظبط؟ بعدت فريدة عن سامر ورجعت بجري ورا زين اللي كان بيبص ليها، وهو مش متخيل ان لو ما كانش نسي المفاتيح ايه اللي هيحصل ليها. عشان كده ما قدرش يستحمل منظرها، وفي ثواني: كفاية كفاية يا زين، كفاية من فضلك. كلم الامن وهم هيتعاملوا معاه. هسيبه عشان خاطرك يا فريدة، بس هفضل ماسك فيه لحد ما يجوا البوليس. رمالها التليفون بتاعه ومسكه وراح قايل لها: رني على الرقم الموجود عندك ده. فتحت التليفون بتاعه، بس بتتفاجئ ان الصورة اللي موجودة بتاعت الخلفية كانت صورتها. بصت ليها وتمسكت ومرضتش تظهر اي شيء، وكملت وقالت له: هو هو رمز التليفون ايه بالظبط؟ تاريخ يوم كاتب كتابنا يا فريدة. سيبني سيبني بقولك، انت بتعمل كل ده عشان البني ادمة دي؟ ما انا لو كنت عاجبها ما كانتش عملت كده. اخرس خالص، اللي بتتكلم عليها دي مراتي، فاهم ولا مش فاهم؟ كلمة تانية وهتلاقي نفسك ودعت ان شاء الله. سكت سامر بخوف ومرضيش يفتح بقه. اما فريدة حست بفرحة في قلبها وكانت سعيدة لدرجة انها نسيت للحظة اللي حصل معاها قبل كده، بس بتفوق من اعتقادها ده على صوت اللي بيتكلم: اتفضل يا زين. علي هو رد. قالوا: يا علي، كلم بسرعة المقدم حسين وقول له ياخد البني ادم ده من الشركة كلها. طمني عليك، في ايه بس؟ بسرعة اسمع الكلام، مفيش وقت. وفي خلال ساعة جت الشرطة وخدت سامر. اما زين عمل حاجة ما كانتش فريدة متوقعاها. سيب ايدي يا زين، اللي بتعمله ده غلط وحرام. انا ما بقتش مراتك دلوقتي. فريدة، من فضلك لازم تسمعيني، لازم تعرفي كل حاجة ولازم تصدقيني، عشان انا لسه معجب بيكي يا فريدة. عشان تعرفي ان انا ما سبتكيش وعمري ما فكرت ان اسيبك في يوم من الايام. وكمان انت لسه مراتي. انا اتخذت ودوني في مكان ما كنتش اعرف ان انا فين. وقفت بمفاجأة ومش مصدقة اللي بيقوله. انت بتقولي يا زين؟ ابوكي السبب يا فريدة، هو اللي كان رافض الجوازة بعد ما عرف من ابويا. بس ربنا يعلم ان مش ذنبي ان ابويا كان وحش، وكمان هو تاب قبل ما يروح. وكل اللي انا عملته في حياتي دي واللي جمعته من اموال بعرق جبيني، ما اخدتش حتى مليم من ابويا ولا من امواله، بس هو ما صدقش، عشان كده حصل اللي حصل. وبدأ يحكي لها كل حاجة حصلت له في خلال ال5 سنين اللي فاتوا. وكمل وقال لها: رجعت لي الذاكرة، بس ما نزلتش على طول. اول ما رجعت لي الا لما هيأ نفسي ان اقدر اواجهه، بس ما قدرتش اقعد اكتر من كده، لان خلاص مش قادر ابعد اكتر من كده يا فريدة. ايه اللي انت بتقوله ده يا زين؟ انا مش مصدقه اللي انت بتقوله. فين دليلك؟ هاتلي دليل عشان اصدقك ان ابويا عمل العمايل دي كلها. انا مش معايا دليل، بس ما عنديش مانع ان اواجه ابوكي دلوقتي قبل بكره كمان. حست بصدق كلامه، عشان كده قالت له: موافقه يا زين، موافقه. اتفضل على عربيتك وانا كمان على عربيتي، ونتقابل هناك في الفيلا. ركب زين عربيته وهي كمان ركبت عربيتها، بس فضلت طول الطريق تفكر هل كلامه صحيح ولا لأ، ولو باباها فعلا عمل كده يا ترى قلبها هيكون معاه عامل ازاي. وبعد فترة وصلوا الفيلا، بس باباها كان قاعد متضايق، واول ما شافها قام وقف وقال لها: كنت فين يا هانم؟ مش قلتلك ما تتأخريش كل ده؟ اهو العريس جه ومشي، اودي وشي منهم فين دلوقتي؟ وهنا بقى بيدخل زين. ازيك يا عمي، عامل ايه؟ عريس مين ده اللي عايز تجيبهولها وانا موجود؟ ورجعت تاني بعد اللي عملته فيا، بعد ما فصلت قلبين بيحبوا بعض.
اتفاجئ لما شافه، واتفاجئ اكتر لما بص لبنته فريدة ولقى اللي بينزل على خدها. معقولة يا بابا؟ معقولة اللي بيقوله ده يكون صح؟ اتمنى اللي بيقوله ده يكون غلط. معقولة انت تعمل في بنتك حبيبتك كده؟ صالح بتوتر: اعمل ايه بس يا بنتي؟ هو ايه الكلام اللي بيقوله ده ولا اللي انت بتقوليه؟ وبعدين انت ايه اللي جابك هنا بعد ما سبت بنتي ومشيت؟ انت صدقت الكدبة يا عمي ولا ايه؟ مين بس اللي ساب مراته يا عمي؟ انت اللي كنت ورا كل ده ولا نسيت؟ ليه يا بابا؟ انا كنت هتجوزه هو. انا مالي بباباه؟ بابا كمان راح. كل ده بسبب الفلوس تعمل فيا انا كل ده؟ سامحيني يا بنتي، ربنا يعلم ما عملتش غير كده لاني خفت عليكي يكون شبه ابوه، وبعد ما تتجوزي وتجيبي منه عيال يرميكي ويوجع قلبك. ليه يا بابا؟ ليه بتقول عليه كده؟ هو انت بتعلم الغيب؟ ده بيعلمش الغيب غير ربنا عز وجل. وإن كان أبوه تاب خلاص وابنه كان صالح، فليه ذنب ده يتاخد بالتاني؟ أنا مش زعلانة منك يا بابا لأن انت أبويا ومسامحاك، بس قلبي وجعني قوي. انت عملت أكبر غلط يا بابا، مش في حق زين بس، لأ ده في حق ربنا عز وجل، لما كنت هتجوزني واحد وأنا على ذمة واحد تاني. سامحيني يا بنتي، سامحيني. أنا آسف يا ابني، آسف من كل قلبي. أنا فعلا فرقت ما بينكم انتم الاتنين، بس خلاص توبة. ولو عايزين نبعد عنكم كلكم هبعد ومش هوريكم وشي تاني. لا يا بابا ما تقولش كده بالله عليك، هي حياتي من غيرك تبقى حياة؟ فعلا زي ما قالتلك فريدة يا عم صالح، هي حياتنا من غيرك تبقى حياة؟ امال مين اللي هيشيل اولادنا بإذن الله غيرك؟ بعد اللي عملته فيك يا ابني ده كله وبتطيب خاطري بالكلمتين دول؟ طبعا ده انت ابو الغالي. وبعد كام يوم بترجع ليلى سكرتيرة فريدة وصاحبتها الشركة، وبتدخل وبتقول لها: فريدة خدي بالله عليكي الفستان ده وقسيه عشان بتاع واحدة صاحبتي ونفس مقاسك بالظبط، عشان لو كده احجزه لها. يا بنتي سيبيني اخلص الشغل اللي معايا الاول وبعد كده هقسهولك. لا مفيش وقت، يلا بقى، ده صنائع المعروف بتقي مصارع السوق. ماشي يا ست ليلى، ممكن بقى تطلعي لحد ما البس؟ بس كده وهو المطلوب اثباته. فريدة بضحك: مالك يا بنتي عاملة كده ليه؟ وكأنك في حصة جبر وهندسة. لبست فريدة الفستان وثواني والنور اتطفى في الشركة كلها. يا نهار ابيض عليا وعلى سنيني البيضة، اطلع ازاي وانا لابسة كده؟ لحسن النور يجي فجأة. وقفت ثواني وبعد كده قالت: لا 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 ما بدهاش، انا خايفة اقف لوحدي اكتر من كده في الضلمة. وطلعت برا المكتب، بس يا دوبك اول ما خرجت لقيت اللي فاجئها. مبروك يا بنتي، الف الف مبروك يا حبيبتي، مبروك يا ابني. بتمنى ربنا يوفقكم في حياتكم واللي جاي يكون احسن باذن الله. متشكرة قوي يا بابا، ربنا يبارك لي فيك يا رب. قرب منها زين وقال لها: مبروك يا احلى عروسة، النهاردة ليلة زفافنا، بس حبيت اعملها لك مفاجأة. ايه رأيك بقى؟ دي احلى مفاجأة يا زين، يا زين الرجال، وتعدي 8 سنين ويكون عوض ربنا عز وجل الجميل. بس يا ولاد، دي قصة ابوكم وامكم. ابوكم بقى يكمل ويقول لكم: انا يا ولاد ليكم الصديق والاب والاخ، وهسمع لكم مهما كان الكلام. امكم فريدة دي حنينة وحنية الدنيا فيها، فبجد يا بختنا بيها. ده انا اللي بختي بيك يا زين، ربنا عز وجل رزقني بيك زوج واب واخ وصديق كمان، واختارك ليا بعد طريق طويل قوي. ربنا يبارك لي فيك يا اجمل نعمة في حياتي، ربنا يبارك لي فيك يا اجمل نعمة في الحياة. بابا عيب كده، انت ازاي تقول لماما قدامنا الكلام ده وكمان جدو صالح قاعد؟ لا يا ابني ما تاخدش في بالك، ده انا بقالي 8 سنين على الحال ده وقاعد وساكت شبه الجردل لحد ما مراتي اتفقعت. سلامة مرارتك يا عمي، انا مفقوعة قبلك قبل كده 5 سنين، بس يلا كله يهون عشان خاطر مراتي فريدة الفريدة. تاني يا بابا؟ تاني قدامنا؟ هو انتوا ما بتحرموش؟ ما تسكت يلا، هو انت مرات ابويا؟ ومع كلمته دي ما مسكوش نفسهم من الضحك،
وكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة يا احلى اخوات. اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستأذنكم تضغطوا لايك وتقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ولو ما كنتوش مشتركين في القناة تنورونا.